برحب بحضراتكم مرة أخرى. مع تفاقم ظاهرة انتشار الآفات الزراعية وأمراض النباتات وما تسببه من فاقد كبير في الإنتاج ومن ثم الاقتصاد القومي، جعل من الصعب على المزارع الإلمام بكل هذه المشكلات وبرامج المكافحة دون الحاجة إلى استشارة أو معونة فنية لحل هذه المشكلات. من هنا انطلقت فكرة إنشاء أول عيادة زراعية بكلية الزراعة بالشاطبي بالإسكندرية. يسعدنا أن يكون معنا دكتور أيمن بسيوني المشرف على العيادة الزراعية. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين وبالشعب السكندري وبالمصريين جميعا، وخاصة الزراعيين، لأن الحلقة دي أكيد إن شاء الله تبقى مفيدة للزراعيين والعاملين في المجال الزراعي بوجه عام، وإن شاء الله الخير بعد كده بيعم على المصريين عموما، لأن مصر زي ما قلنا في لقاءات قبل كده يعني بلد زراعي في الأساس بالتأكيد. وتقدمها إن شاء الله مرتبط بتقدم الزراعة. خلينا ناخد العيادة الزراعية منذ أن كانت فكرة. بدأت في عام 2004. فعلا بدأت في عام 2004 على يد المرحوم الأستاذ الدكتور سيد إبراهيم العزاز رحمة الله عليه أستاذنا، وهو تولى المدير التنفيذي للعيادة. تلاه الأستاذنا الأستاذ الدكتور أنور الصعيدي، ثم من مايو أو من يونيو الماضي شرفت أن أنا أكون مشرف العام للعيادة الزراعية. عندما تم إنشاء هذه العيادة كان إيه هدفها الأساسي؟ هو الهدف من إنشاء العيادة الزراعية كجزء من أهداف الكلية هو خدمة المجتمع الزراعي، ولكن هي بفضل الإدارة الموجودة حاليا ممثلة في عميد الكلية أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله مسعد زين الدين، والوكيل الأستاذ الدكتور صبحي سلام في الكلية لخدمة المجتمع وشؤون البيئة. حبوا ينشطوا شوية دور الكلية في خدمة المجتمع، فادوا صلاحيات اكتر ووسعوا نشاط اكتر للوحدة لخدمة المجتمع ولزيادة دور الكلية في خدمة المجتمع الزراعي بصفة عامة يعني. فحضرتك عارفة كل مؤسسة او كل وحدة في اي مكان بتبقى التوسع بتاعها او تقليص دورها راجع للإدارة اللي بتدير المكان يعني. فاحنا طبعا من مكاننا بنشكرهم على ان هم فكروا ان هم يزيدوا من نشاط الوحدة وخدمة المجتمع ككل يعني. في البداية أول لما تم إنشاء العيادة الزراعية كان بتهدف لخدمة المزارع، لخدمة الفلاح. طبعا. إيه هي كانت أهم المشكلات اللي كانت بتواجه الفلاح في الوقت ده؟ هي مشكلات الفلاح عموما هي بداية إن هو إزاي يشخص المرض اللي عنده. يعني هو لو شاف عرض ما أو شاف مشكلة ما بتبقى المشكلة عنده هو ازاي يشخصها، فكان بيلجأ للأكثر دراية منه او الأكثر خبرة في مجاله او من الجيران او المهندسين اللي هو يعرفهم. في البدايات كانت الأمراض محدودة، يعني اللفحة المتأخرة، اللفحة المبكرة، السلالة الفلانية كذا كذا. مع كثرة استخدام المبيدات والأصناف بدأت تظهر سلالات مقاومة ومشاكل في استخدام المبيدات، فبدأت المشاكل تزيد. فبدأ هو يبحث عن مكان لازم يروح له أو مكان يكون فيه علم يقدر يفيده في الأجزاء دي، فبدأ يلجأ للكليات ويسأل ناس متخصصين. فبدأت فكرة إنشاء العيادة إن هي تبدأ تعوض الدور اللي كانت بتقوم به الجمعيات الزراعية زمان أو المرشد الزراعي زمان، فتبدأ تدل المزارع على الصلاحيات والطرق السليمة اللي هو يستخدمها بحيث يعني ربنا يكرمه كده والمحصول بتاعه يتم دورة حياته ويجني ثمار عرقه. غير طبعا لما بيقدرش يتواصل ممكن يحصل معاه مشكلة معينة ما يقدرش يحلها، يفوجئ ان المحصول راح، يفوجئ ان هو استخدم مبيد في وقت غلط فبيصدر يلاقي نفسه ان الشحنة بتاعته مش مسموح له بتصديرها عشان هو عنده المبيد الفلاني استخدمه بدون وعي او كده. لكن الناس الحمد لله بدأت كلها تتابع وبدأت كلها تتواصل وبدأت تعرف ان في حاجة اسمها كليات زراعة وان في اساتذة حريصين على خدمة بلدهم وبيساعدوا كل قدر استطاعته وقدر المتاح ليه. يعني قد يكون بالمعلومة، قد يكون من هو بيتدخل بيده جزء من الحل، قد يكون هو الأستاذ في الكلية عنده الحل حسب الإمكانيات المتاحة عنده. احنا بالنسبة لنا ككلية زراعة هنا في الشاطبي في اسكندرية
الحمد لله إدارة الكلية قالت احنا عايزين نساعد المزارعين بشتى الطرق ولأقصى حد، طالما ان انت عندك امكانيه ان انت تساعده ما تتاخرش في اي حاجه. هل دور العياده بيقتصر فقط على تقديم المشوره عندما يسال الفلاح والمزارع، ولا لا انتوا بتعملوا مثلا برامج، بتعملوا دورات في عيادات متنقله او قوافل متنقله بتروح للمزارعين في الارض وبتقدم ليهم المشوره بتساعدهم؟ بص حضرتك، هو دور الكليه ان انت كعياده لما بيجي لها مشكله بتاخد المبادره بان هي بتحلها، سواء كان عن طريق ان هو بتحدد له ايه اللي عندك وحله كذا. ممكن يتعدى الدور لاكتر من كده، ان انتوا لو هو الراجل عنده مشكله محتاجه حاجه ممكن عن طريق الوحده او عن طريق العياده بيتم ارسال احد الاساتذه او الدكاتره للمشكله على ارض الواقع، وبيحدد ايه الاسباب وايه العلاج بتاعها. ممكن تكون في مشورة في حاجة معينة، ممكن يبقى في توصيات بمركبات معينة او بمعاملات معينة، فدي بتساعده في حل المشاكل يعني. العيادة الزراعية في كلية زراعة الشاطبي بتخدم النطاق الجغرافي الخاص باسكندرية هو حضرتك الحمد لله احنا بيجي لنا عملاء من لحد الأقصر وأسوان. بتيجي بعض الناس قد يكون من اسكندرية وهو عنده مزرعة في المكان الفلاني، قد يكون هو زراعته في الحتة الفلانية وبيجي اسكندرية في حاجة، فهو الناس سمعت ان في هنا مكان بيقدم خدمات وممكن يساعده في حاجة، فبتيجي تسأل ايه اللي انا ممكن اعمله يعني. فطالما المكان بيقدم خدمة والناس بتسمع عنه وبتلاقي حل لمشاكلها بتبدأ تتردد عليه، بيبدأ غيرها يجي وهكذا. والكلية دورها ما بيقتصرش في العيادة بس، الكلية فيها العديد من الوحدات للخدمات المزارعين او للزراعة بوجه عام. والكلية ساعات بيبقى في حضرتك زي الحملات بتاعة القوافل اللي بتبقى تبع المحافظة، بس طبعا يعني نتمنى من الله ان ثقافة الناس تزيد شوية. لما بيطلع القافلة بيبقى فيها ناس من الطب وناس من الأسنان وناس من كل التخصصات، فيبقى معاهم ناس من الزراعة. للأسف احنا كمصريين طيبين بنجري بقى، اللي عايز يكشف على ابنه واللي عايز يكشف على كذا، واللي فيه علبتين دواء من الأدوية البشرية مع بتوع الطب، فبيبقى دور الزراعة محدود يعني. فهو احنا كان لينا مطلب في الوقت دوت، او إدارة الكلية كان ليها مطلب ان يبقى في يوم مخصص لبتوع الزراعة في القوافل اللي بتعملها المحافظة لقرى الخريجين او لأي مكان في المحافظة. في تركيز للنشاط بتاعها. يبقى لا عشان دورها يبقى باين، عشان دورها يبقى باين. هل إلى جانب تقديم المشروع بيتم بشكل مجاني؟ لا يا حضرتك يعني مش هنقول مجاني، ولكن يعني أسعار رمزية يعني، أسعار رمزية يعني أقل من الخارج، بحيث بس تغطي تكاليف التحاليل من كيماويات أو حاجة زي كده، لكن هي أسعار رمزية يعني. وفي بعض الأحيان لو المزارع ظروف كده، ممكن لو حاجة عادية ممكن يبقى فيه مشورة مجانية يعني. بيبقى فيه بعض الناس بيبقى ليها طلبة، في بعض الأحيان بيجي الطلبة ذات نفسهم بيقول أنا والله أنا عندي المشكلة الفلانية، فمن باب التريننج أو التدريب ليه بنقول طب أنت خد العينة اللي أنت جايبها ديت وروح للدكتور فلان أو روح المعمل الفلاني واشتغلها بنفسك وطلع النتيجة، ونقول له الحل هيبقى 1 2 3 كخدمة لأبنائنا الطلاب في الكلية يعني. إيه أهم الأجهزة اللي موجودة في العيادة؟ وحضرتك العيادة كوحدة ده مكان لاستقبال المزارعين او العاملين في مجال الزراعة، وليست مكان للأجهزة. امال الصور الأجهزة اللي الأجهزة ديت موجودة في الكلية ككل. كل ما هو في الكلية مسخر لخدمة القطاع الزراعي عن طريق العيادة. العيادة مجرد وسيط ما بين هذه المعامل والمزارع. يعني لو انا جالي المزارع عنده مشكلة تخص المبيدات، فالمشكلة بنستلم منه الحاجة وبيتم معاه الاتفاق، انت هتجيب كذا، هيتعمل فيه كذا، هتدفع كذا، النتائج بتاعتك يوم كذا، وبتروح العينة لقسم المبيدات. لو حاجة خاصة بقسم المحاصيل نفس القصة. لو حاجة خاصة بأمراض النبات، أنا بصفتي متخصص أو في تخصص أمراض النبات، بتطلع عندنا المعامل في قسم أمراض النبات. داخل القسم نفسه في ساعات تبقى عنده المشكلة خاصة بالنيماتودا، فبتطلع معمل النيماتودا. المشكلة خاصة بالفيروسات بتطلع معمل الفيروس. خاصة بفطريات يبقى بتروح معمل الفطريات. خاصة ببكتيريا بتروح. فالعينة بتوجه للمكان بتاعها عن طريق العيادة.
بحيث ان المزارع مش هياخد عينة ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. هو احنا بنقابله في العيادة كمكتب او كمكان موجود في بيتم الكلية، التوجيه بعد ذلك. وبيتم بعد ذلك توجيه العينة للمكان، وبعد كده بنجمع النتائج من كل المعامل تاني ونبدأ نديله روبورت وتوصية بالحاجة الخاصة بيه. دكتور ايمن، ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك الحاحا من المزارعين؟ وحضرتك المشاكل دي بتبقى مرتبطة بموسم الزراعة. بموسم الزراعة يعني حاليا معظم المشاكل في محصول الطماطم. في فترة التصدير كانت بتبقى معظم المشاكل في، او الفترة اللي قبل كده كانت بتبقى في محصول البطاطس. قدام شوية اكيد هتبقى معظم المشاكل في الفواكه، في الاجزاء او الحاجة الخاصة بالفاكهة. فهي بتبقى حسب موسم الزراعة اللي موجود وحسب طبيعة المكان اللي بيشتغل فيها. يعني في اماكن معظمها خضار وفي اماكن معظمها زراعة فاكهة. المزارع بيجيلك بعد ما تكون المشكلة تفاقمت عنده ولا لا؟ اول لما يبدأ مثلا وليكن موسم بطاطس، عارف ان في حاجة مشكلة معينة هتظهر فيجيلك وياخد احترازه والوقاية بتاعته، ولا هو ده بيرجع بيرجع للليفل او للمستوى بتاع المزارع. المزارع الكبير او المزارع اللي هو عنده مساحة اكبر او اللي هو يعني عنده جانب من التعليم وعارف الامور، ده بيبدأ من قبل الزراعة، وممكن من قبل الزراعة بفترة بيبدأ يجي. ولتكن مثلا احنا حاليا مثلا بيجي لنا بعض الشركات تقول لك انا بأجر ارض، عايز اجر ارض في المكان الفلاني، اعمل ايه؟ فبنقول له مثلا والله هات لنا عينات الميه بتاعتك وهات لنا عينات التربه ونقول لك انهي واحده فيهم احسن. فمن قبل الزراعه خالص، من قبل ما ياخد الارض بيروح يتفرج على مجموعه من القطع او الاماكن اللي هيزرع فيها، وبناء على التقرير اللي بيطلع عندنا بيحدد هو هيأجر انهي مكان. لو هو المستوى بتاعه اقل بيروح يأجر، وبعدين اول ما يزرع يبدأ يقول انا زرعت هيحصل معايا كذا. لو هو بسيط او ما عندوش معلومات كافية ما بيجيش غير لما تحصل المشكلة، وقد عندما يأتي بالمشكلة يكون قد فات اوان الحل، يعني ما عادش ليها حل. حضرتك من خلال شغلك وخبرتك على مدار سنوات، وعي الفلاح او المزارع زاد ولا زي ما هو؟ لا بيزيد. ما انا بقول لحضرتك بيزيد. يعني هو اللي جه مره زي مثلا او فرض مثلا ان هو جه المره دي وكانت المشكله خلاص تفاقمت وما عادش ليها حل، فطبعا احنا بنقعد معاه ونديله بعض المعلومات ونوعيه، فبيبدا بعد كده قبل ما ياخد اي خطوه تلاقيه بيلجأ لينا، وحتى وان كان عن طريق التليفونات. العياده الزراعيه فبيزيد. والمرشد الزراعي، هل العياده الزراعيه طغت بدورها على المرشد الزراعي ولا لا هو المرشد الزراعي انسحب؟ وحضرتك هو يعني ما عنديش تفاصيل قوي في الموضوع، بس انا بصفتي كمزارع قبل صفتي كمدرس اكاديمي في الكلية، هو دور المرشد الاكاديمي تقلص مع تقلص دور الجمعيات الزراعية. اصبح المهندس الزراعي في الجمعية الزراعية دوره للأسف مجرد ان هو يقعد لو في مشكلة يعمل معاينة، لو في توزيع اسمدة يقعد ككاتب يوزع بس الاسمدة. ما عادش فيه دورات زي الاول او قلت كتير، وما عادش فيه اصلا حاجة اسمها اعتقد مرشد زراعي في الجمعية. هو مهندس الجمعية الاستاذ فلان وكفى. يعني ما عادش فيه مرشد زراعي الدولة بتوجهه او بتبقى مسؤول. مثلا معروف ان الاستاذ فلان او الباشمهندس فلان هو المرشد الزراعي للجمعيه الزراعيه الفلانيه في الدائره الفلانيه او في الزمام الفلاني. ما عادش الدور ده موجود او هو ما عادش موجود، ولذلك بدات المزارعين زي ما حضرتك تسال بالخبره، الناس اللي اكثر منها خبره او الناس اللي فاتحه شركات زراعيه بسيطه ومحلات مبيدات، ثم بعد كده لما الامور بتزيد معاه بيبدا يلجا للكليات زي عندنا في كليه الزراعه. هل هناك تعاون ما بينكم ما بين العياده الزراعيه في كليه زراعه سبا باشا والعيادات الاخرى؟ على ما اعتقد هناك عياده في منطقه النوباريه. هو حضرتك احنا زراعه الشاطبي. هو ما فيش عياده زراعيه في مدينه النوباريه. هو كان في توجه لانشاء مكتب للعياده الزراعيه في منطقه النوباريه. منطقه النوباريه منطقه واعده، هي اللي فيها معظم الزراعات حاليا، ومعظم العملاء بيجوا من منطقة النوبارية ووادي النطرون. فكان في يعني توجه ان يبقى في فرع للعيادة هناك. طبعا احنا تركين التخصيص الفرع او عمل الحكاية ديت او اخذ قرار بيها لإدارة الكلية. ما نقدرش احنا
او ما اقدرش انا كمشرف للعياده ان انا اقول ان انا هعمل. احنا مجرد مكون صغير في مؤسسه كبيره اللي هي الكليه، اللي هي مكون في مؤسسه اكبر اللي هي الجامعه. فالحاجات دي بتبقى محتاجه، يعني احنا بنعرض ان احنا محتاجين حاجه تسهيلا على المزارعين تكون موجوده في منطقه النوبريه، وان شاء الله بعد كده لو اخذوا موافقه بالنوبريه هيبقى المنطقه الواعده بعد كده منطقه الحمام والعلمين، خصوصا ان في استصلاح كبير الدوله بتتوجه لاستصلاح اراضي في المنطقه ديت وتوصيل ميه للاماكن دي، فهتبقى برضو المنطقه الواعده بعد منطقه النوبريه هي منطقه الحمام والعلمين. هل من ضمن خطط العيادة بشكل عام أو من ضمن طموح العيادة بشكل عام في الفترة اللي جاية تقديم دورات تدريبية للمزارعين قبل موسم زراعي معين؟ حضرتك ذكرت وركزت على أن العيادة بتقدم فقط المشورة. لا حضرتك بيبقى لو في حتى المهندسين في الشركات لو هو ناقصه معلومة بيجي ياخدها من الكلية. العيادة بتبقى مجرد وسيط ان انا عندي 5 من العملاء او عندي مجموعة من الناس محتاجة دورة تدريبية في كذا، لو هو اللي جاي يتدرب فاهم وعارف هو عاوز ايه. يعني مثلا انا عايز، لو جه قال لي انا عايز دورة تدريبية ازاي اتعرف وليكن مثلا على مرض الندوة المبكرة والندوة المتأخرة في الطماطم، فدي حاجة مثلا بالنسبة لي انا كبتاع امراض نبات بيبقى حلها بسيط. طب انتوا كام واحد؟ احنا 5. طيب ايه رأيكم تروحوا للدكتور الفلاني هو متخصص فطريات وهو اب لينا كلنا ومش هيتأخر عنكم في اي حاجة، فبيروحوا ومشكلتهم بتتحل وبياخد التدريب بتاعه. لو هو حاجة خاصة بالمبيدات او باي حاجة بيبقى نفس الامور. لكن لو زي مثلا او فرض ان هم مثلا ساعات بتبقى عمل دورات عن حاجة معينة ولتكن انتاج عيش وغراب ولتكن دورة تدريبية عن التشخيص بصفة عامة، دي لازم بتبقى تحت رعاية الكلية، مش خاصة او مش من صلاحيات العيادة الزراعية. دي لازم تبقى على كاتيجوري اكبر او على سكيل اكبر، دي بتبقى راجعة لإدارة الكلية ان هي بتقيم مؤتمر عن كذا او بتقيم دورة تدريبية عن كذا. دكتور أيمن، ايه كلمة والنصيحة اللي توجهها للمزارع، سواء المزارع اللي بقاله سنين في مجال الزراعة والفلاحة او المزارع اللي لسه بيبتدي، الخريج اللي لسه بيبتدي في مجال الزراعة؟ اوجه له نصيحة، اقول له ان العلم ثم العلم ثم العلم في كل خطواتك. يعني كون ان انت تبقى تدي الحاجة للمتخصص فيها او اللي عارف فيها وان كلفك مبلغ اكيد انت هتوفر مبلغ اكتر منه. الناس بتبدأ تاخد الحاجة اجتهادي وبتبدأ تروح تشخص غلط وبتبدأ تصرف مصاريف في حاجات مش هي ديت الحل بتاعه. لكن هو لو دور على المكان الصح والتشخيص الصح هيلاقي عنده محصول كويس وهيلاقي كل مشاكله بتتحل. دكتور أيمن، حضرتك ذكرت ان قبل ما تكون اكاديمي او في الجامعة حضرتك مارست الزراعة. انا من اصول ريفية. كلمنا عن الفترة دي. من حيث الزراعة كمزارع في الأرض قبل ما تنتقل للناحية الأكاديمية، هل في فرق كبير؟ طبعا أكيد مع العلم الواحد اكتشف إن كان في مفاهيم خاطئة قبل التعليم طبعا. وإن كان طبعا يكون إن الواحد من أصول ريفية ساعده كتير في فهم بعض المشاكل وازاي يقدر يتغلب عليها وازاي يقدر يتعامل حتى مع المزارعين ويبقى عارف ان هو وهو جاي عنده كونسبت او عنده مبدأ في دماغه ان هو في حاجة معينة لازم يعملها. فالفترة دي طبعا فادت الواحد ان هو بقى عنده خبرات من الاول يقدر يستخدمها مع العلم في حل المشاكل الموجودة عند المزارعين. مصر معروفة وليها شهرة عالمية في زراعة الأقطان طويلة التيلة، لكن في الفترة الأخيرة ازاي نعيد هذه الشهرة وهذه السمعة مرة تانية في زراعة القطن؟ بص حضرتك، هو زراعة أي محصول وإنتاجه ده بيتوقف على العائد الاقتصادي بتاعه. أنا علشان يبقى عندي قطن وزود مساحته والناس تحبه لازم يكون ذو عائد اقتصادي على المزارع. فمشكلة القطن ان هو العائد الاقتصادي بتاعه مع كلفة العمالة ما بيغطيش، فبدأ المزارع ينصرف عن زراعة القطن.
فانا عشان انمي اي محصول دي بتبقى ليها دراسات اقتصاديه خاصه بالبلد، لان البلد على لو هي عايزه القطن، طب هي هتدعم الفلاح بكام؟ لو هي ما عندهاش امكانيه تدعم الفلاح، او ان الاقطان اللي بتيجي من بره بتوفر على الدوله فمش محتاجه ان هي تدعم الفلاح، فهتبدا زراعه المساحه او الزراعه بتاعته تقل. ما هو المزارع برضه عايز يكسب. يعني لما يبقى مثلا هيزرع فدان قطن هيصفي له هامش ربح وليكن 1000 جنيه، في حين ان هو لو زرع محصول تاني هيصفي له هامش ربح 2000 جنيه، اكيد هيزرع الحاجه الثانيه. فالدوله لو عايزه المزارع يكتر من زراعه القطن او يبقى يرجع تاني زراعه القطن، يبقى لازم في مصانع نسيج هتشتغل على القطن دوت وهتشتريه، وهيبقى في عائد للمزارع يغطي تكاليفه، ويبقى في هامش ربح يقدر يعيش منه، والا هتختفي زراعه القطن. ده مش بالنسبه للقطن بس، بالنسبه لاي محصول. يعني هو طالما ان انا عندي الاختياريه ان انا اختار المحصول اللي انا هزرعه في ارضي، فانا اكيد هختار المحصول اكثر ربح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن بسيوني، المشرف على العياده الزراعيه بكليه زراعه الشاطبي بالاسكندريه. شكرا لحضرتك وكل المستمعين.